السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت كده بفيديو جديد يا حبايبي، حاجة كده على السريع. كنت بشرب قهوة هنا في الكوباية دي، فاتبقى منها البن الحلو ده، فبصراحة استخسرت ارميه وكان عندي عسل ابيض زي ما انتم شايفين، فهعمل معاكم دلوقتي ماسك. بصوا البن اللي بقى من الشرب ده شربت، وحطيت كوباية معلقة عسل كده زي ما انتم شايفين. هقلبها كويس وهجيب نص معلقة قرفة صغيرة مطحونة وهحطها عليها. بصوا يا حبايبي، هحط هنا حبة قرفة اهو كده يعني زي ما انتم شايفين. هقلبها كويس 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 كويس. عايزه اقول لكم الماسك ده يا جماعه جبار 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 في تفتيح البشره وتوحيد لون البشره بقى كده، يبقى كله فاتح وقمر، وبجد نعومه مش طبيعيه. جربوه وهتدعولي ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، هجربه معاكم على ايديا، والمفروض طبعا على البشره بس يعني، او على الايد عادي، بس كده. طبعا الحبيبات بتاعه القهوه دي هتتعاملي معاها كأنك بتعملي ايه، صنفره في ايديكي. هسيبها بقى شويه كده يعني دقيقتين بس، لان انا ايدي مش هستغنى عنها الصراحه، بعمل حاجات فمش هطول. فطبعا وشك هتسيبيه عادي، ممكن تسيبيه لغايه ربع ساعه، وشوفي بقى لما ينشف كده يبقى ايه الفرق معاكي ازاي. ماشي، بصي دلوقتي وهنجيب. بصوا يا جماعه، خلاص بعد ما غسلت ايديا، بصوا الجمال، جميله جدا. بصوا الاحمرار بقى بتاع القرفه، بتعمل حمران كده بشطشطه جميله. طبعا انا عامله في الايد، عامله في وشي خلاص، ومستنيه بقى هسيبها كده قد ربع ساعه زي ما قلت لكم، وبعدين ايه اغسله بقى او امسحه بقطنه فيها ميه ورد. بس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وحاجه صغيره كده، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لي بقى لايك وشير واشتراك في القناه.